هذا البرنامج برعاية لفيت وسعيت وحاولت تحقق حلمك لكن مش عارف الطريق الصح. احنا هندلك على الطريق الصح من خلال برنامج عالم الفن. برنامجنا هدفه إلقاء الضوء على المواهب الفنية وظهورها على القنوات الفضائية، وكمان هندعمك لو انت عندك الموهبة وبنظهر موهبتك من خلال أعمالنا الفنية. هيكون معانا مخرجين ومنتجين هيكلمونا عن كل الأعمال الفنية السينمائية والدرامية، وكمان هندخل جوه الكواليس ونغطي أحدث الأعمال الفنية في عالم السينما والدراما، عشان إحنا مميزين في كل ما هو جديد في عالم الفن. فاصل، انتظرونا. هذا البرنامج برعاية. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع فنان جميل من الفنانين اللي تميزوا بالإفيهات الجميلة بتاعتهم، الفنان الجميل حسان العربي. أهلا بيك أستاذ حسان. شكرا. نورتنا في البرنامج وشرفتنا. شكرا. ربنا يخلي حضرتك يا رب. أستاذ حسان، حضرتك تقدر تقول لي إزاي دخلت المجال الفني؟ أنا من صغري وأنا في المدرسة كنت حابب الفن يعني. بس ما كانش فيه يعني أنا عارف المسرح المدرسي ما كانش فيه اهتمام قوي يعني فيه. فكنت بعمل حاجات كده سكتش صغير كده مدة دقايق في المدرسة في نهاية السنة يعني. الاحتفالية أو بداية السنة بنعمل حاجة كده احتفالية، بعمل سكتش صغير أنا والناس معايا. وكنت أقلد المدرسين، بعض المدرسين كنت أقلدهم، وكنت أقلد بعض الفنانين الموجودين. كان الأستاذ شادي المهندس والأستاذ عادل إمام. وكنت حابب المسألة دي. وبعدين جيت في أجازة العيدية كنت بروح التلفزيون وأروح أتفرج على الممثلين الداخلين والخارجين. وأروح بقى قدام مسرح العالم وساكن في المانيا، وكنت أروح أتفرج على الممثلين. فجيت فكرة في دماغي، قلت لواحد صاحبي قلت له بقول لك إيه، ما تيجي إحنا في الأجازة كده نجيب عربية ونبيع في سعر المشاة واقعد قدام المسرح وبتاع وحاجات زي كده ونتفرج ونشوف الممثلين. علشان تبقى جنب المسرح. على اساس ايه يعني ممكن انا اتخيل بقى اقول عايز امثل فاروح امثل يعني. رحت فعلا. المهم ان احنا عملنا سندوتشات كلناها، احنا ما كانش في زمالك خالص. كنت بقى بتفرج على الممثلين اللي داخلين بقى والخارجين وبتاع. جيت بعد كده في ثانوي دخلت برضه كان في برضه استمراريه ان انا اقلد المدرسين. وكان في مدرس كده كان هو ماسك سينما بنعرفوه. كان في مدرسين نوعيه معينه، عندي مدرس اخنف وسمعه تقيل ونظره ضعيف. الثلاثة بقلده الثلاثه واحد فعلا ده كان كده. فكانت اجي يقول لي ايه يلا ادي لك درجه بس انا عشان انت فعلا كنت بقلده. كنت بقلد برضه مدرس كان سريع جدا، هو كل على الكتابه على طول ايه. فهنا بدات ان انا افكر. فجيت في ثانويه عامه رحت واخد بعضي ورحت رايح، كان عندي ماسك كلمه تطوير الصناعه. فقلت له قال لي انا ليا واحد صديقي ماسك شركه القاهره وبتاع عامل كده اكلمه. فرحت فقال لي انا هبعتك لحد تروح في شارع الشواذي وده يخليك تعمل كل حاجه وبتاع. رحت لقيت الراجل ده قاعد وقاعده قدامه الله يرحمها استاذه فاتن فريد. طبعا. وبعدين انا قعدت ساعه ساعتين لحد ما كانوا يتداولوا. وانا قاعد قال لي يا شباب باشا سمعني ايه النهارده؟ قلت له لا انا جاي عشان اعمل كذا كذا. قال لي انت بتغني؟ قلت له لا مش بغني انا بمثل. قال لي انت بترجع له تاني بقى وتروح له هو بقى اللي ايه؟ تاني؟ اللي بس رحت بقى ليه تاني وقلت له لا ده اللي بمثل بتاع. قال لي انا فاكر انت بتغني وبتاع. بس انا كده بتوصل انا لا اذاكر بقى وبعد كده تدخل المعهد وبتاع مش عارف ايه. كان من اللحظه دي بقى دخلت كليه التجاره. بعد كده درست التمثيل والاخراج. قعدت في كليه التجاره. اول ما دخلت من اول يوم دخلت فيه سالت على المسرح فين؟ قالوا لي فوق هنا. طلعت بقى لقيت الدكتور اشرف زكي ولقيت الاستاذ صلاح عبد الله ولقيت الاستاذ فتوح احمد. وكان بقى الاستاذ احمد صيام والاستاذ محمد الصاوي كل دول التجاره. بس كانت اجيال مختلفه. احنا كنا بقى فينا ميزه في كليه التجاره ان احنا بنخلص بنقعد في
في المسرح نعلم الجيل اللي بعده. فكانوا هم اجيال كانوا متزوجين واحنا كنا بنتعلم منهم. استاذ صلاح عبد الله اخرج لي كتير جدا في المسرح وعلمنا حاجه ازاي تقف على المسرح، علمنا يعني ايه كلمه ميزانسين في المسرح، علمنا حاجات كتير استفدت جدا في المسرح من خلال مسرح جامعه اكتر من اي حاجه. وكان بقى احنا بعدين الجيل اللي بعد ده كان خالد جلال وكان فتحي عبد الوهاب الشله ديت، ونادر صلاح الدين كان دفعتي، الله يرحمه سليمان بيه برضه كان دفعتي، الله يرحمه. ومجموعه كده برضه كانت موجوده معانا في المسرح. بعد كده انا احترفت وانا في الكليه، يعني جات لي المسرحيه بتاعت تخاريف بتاعت الاستاذ محمد صبحي وانا في الجامعه، عملنا عرض كده اسمه تحرك وجه خريج من هناك، وعملت مسرحيات كنت خدت فيها النص الاول جامعه كذا سنه. وبعد كده التدخين الاخر بقى كنت داخل وانا واثق ان انا يعني ايه عارف، بس بدات بقى الرحله بتاعتي بقى وبدات اشوف طريقي. وايه السر اللي خلى حضرتك تقدر انك تكسب الناس بدمك الخفيف؟ مش معقول احدد على حاجه، مهم جدا ان انت تبقى مؤمن بادواتك كممثل، صح، ومؤمن بالعمل اللي انت بتعمله وعندك اخلاص فيه. انا الحمد لله ان اي عمل عملته واثق فيه جدا حتى لو هو ايه كلمتين. فكنت بعلم مع الناس لازم يبقى في عندي لازمه او في كان بيحصل في الشغل، خصوصا ان انا بتابع كوميدي. فطبعا ده القبول ده والابيلتي اللي على المسرح ده مهم جدا. حتى في الجامعه انا كان عندي قبول، كنت في جامعه مشهور جدا، يعني في الجامعه كنت بعمل عمل، انا في عرض مسرحيه اتعملت الحمد لله كان السبب ان هي اتعرضت اسبوع كامل. ما شاء الله. كنت انا عامل فيها والحمد لله يعني كنت موفق فيها جدا. كان معايا هاني رمزي وكان بقى في اجيال كان معانا برضه نادر صلاح الدين، شله كده يعني. فكنا مع بنمثل واحنا حابين التمثيل. عملت مسرحيه اسمها كوكب الفن والاستاذ محمد عبد الله كنت معاه برضه كنت محترف فيها برضه في السوق. عملت سهره اسمها جيل في البليات كان خدني من خلال الاستاذ مينا الرملي كل ده في الجامعه. جيت بعد كده لما دخلت التمثيل بدات بقى اشتغل بقى مسرحيات بتاع عام مسرحيات بتاع مسرحيات الكنزولوس لسه في شغل مش كده طبعا من كل زمان وزعريب مسرحيات عديده. وطبعا الافلام بقى جابت طبعا كده والمسلسلات اللي اشتغلت. أستاذ حسان بشكر حضرتك جدا على الحلقة الجميلة دي. وأعزائي المشاهدين نطلع فاصل، انتظرونا. هذا البرنامج برعاية أهلا بكم أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم بعد الفاصل مع الفنان أحمد أبو علي والفنانة ريتاج العباسي. أهلا بيك يا أحمد، أهلا بيك يا ريتاج. أهلا بحضرتك يا فندم. إيه رأيكم في برنامج عالم الفن؟ والله برنامج جميل جدا، واحنا سعداء ان احنا في البرنامج مع حضرتك يعني، ومن اكتر البرامج اللي احنا بنتابعها لان بتساعد الشباب وبتنمي المواهب، ويعني حاجة بصراحة جميلة جدا يعني. بتسهل الطرق على المواهب الجديدة والناس اللي عندها موهبة ومش عارفة تحققها، فدي حاجة حلوة جدا واحنا بنتابع برنامجكم وبنحبه للسبب ده بصراحة يعني. دي أول مرة ليكم في برنامج عالم الفن مش كده؟ إن شاء الله ما تبقاش آخر مرة بإذن الله، ودايما نشوفكم نجوم كبار من عائلة عالم الفن. ربنا يخليك يا رب، وشكرا لحضرتك. الفنان أحمد أبو علي، يا ترى تقدر تقول لي بتحب مين من الفنانين ونفسك تشتغل معاه؟ بحب مين من الفنانين ونفسي اشتغل معاه؟ اكيد طبعا. لا هم كلهم يعني انا بحبهم، بس بصفه خاصه يعني بدون منازع يعني الفنان محمد رمضان طبعا انا معجب بتمثيله جدا وبحبه لشخصه يعني قبل اي حاجه. بتتابع اعماله؟ اكيد طبعا. اهم اعماله كنت متابعها اللي هي اخر حاجه ضد جعفر العمده، وكان نفسي اشتغل معاه فيها يعني. الفنانه ريتاج العباسي، مين اللي اكتشف فيك الموهبه؟ بابا وماما. بابا وماما هم اللي اكتشفوا فيا الموهبه، وبابا كان بيسبورت قوي في الحته دي معايا، وهو اكتر حد بيدعمني بصراحه في الحته دي يعني، هو وماما. من وجهه نظرك ايه افضل الاعمال اللي انت شفتيها او احدث الاعمال اللي انت شفتيها وكان نفسك ان انت تشتغلي فيها؟ هو انا بحب استاذه ياسمين عبد العزيز طبعا، فانا
اي يعني كذا عمل ليها، يعني زي ونقابل حبيب واللي ملوش كبير، كذا عمل ليها كنت اتمنى ان انا اشارك فيه بصراحه يعني. ان شاء الله نشوف لك عمل قريب جدا على الشاشه باذن الله. الفنان احمد ابو علي، يا ترى الفن بيعطلك عن حياتك الشخصيه؟ لا خالص، الفن ده جزء من، لا يتجزأ من حياتي الشخصية. يعني أنا من وأنا صغير وأنا بسعى إن أكون فنان، يعني حاجة أنا بحبها جوايا. هل ليك حاجه وانت صغير عملتها؟ طبعا كنت لما كنت أشوف فيلم كده ولا أي حاجة وأنا صغير، يعني كنت أحب أمثل، أقلد الممثلين وكده تقف يعني. قدام المرايه بقى وتقعد تقلد؟ فعلا. الفنانه ريتاج، اتفضل. يا ترى ايه اخر الاعمال اللي انت هتقدميها لنا ان شاء الله قريب مع المنتج الكبير منتصر كمال؟ باذن الله في مسلسل في رمضان قريب باذن الله. واستاذ منتصر كمال من احسن الناس اللي حضرتك ممكن تتعامل معاها بجد، احسن واطيب وانظف الناس اللي حضرتك ممكن تتعامل معاها. بيكون بيتعامل كأب مش كمنتج. حد يعني محترم. تحس ان حضرتك مرتاح معاه جدا كشغل بصراحه يعني. لو بقيت نجم كبير في يوم من الايام، هل هتقف جنب المواهب الفنيه الصاعده وتساعدهم؟ أكيد طبعا. لأني أنا في مشواري اللي أنا مشيت فيه ما لقيتش حد يقف جنبي ولا يساعدني، غير طبعا ربنا الأول وأمي وأبويا. وأستاذ منتصر طبعا من الناس الجميلة المحترمة اللي دعمتني في كل حاجة بصراحة. يعني حد بجد أنا بحبه لشخصه طبعا، مش لأي حاجة تانية. بقالك فتره كبيره بتتعامل مع المنتج منتصر كمال؟ أنا بقالي فترة بتعامل معاه، وإن شاء الله بنحضر لحاجات حلوة كده في رمضان وفي فيلم إن شاء الله. بس طبعا ده مفاجأة يعني هنخليه. كويس، يعني في اعمال جايه لسه مع المنتج منتصر كمال. في أعمال. ان شاء الله نشوفكم قريب على الشاشه باذن الله، باذن الله. بالنجاح لينا كلنا يا رب. يا رب. ايه الموقف اللي قابلك في يوم من الايام وضحكت عليه من قلبك؟ الموقف اللي قابلني هو احنا كنا يعني موقف هو بصراحة مضحك شوية. كنا بنصور في فيلم اسمه فيلا 3 ستات، وكانت معايا الفنانة ريتاج طبعا. فالمفروض ان احنا في بريك يعني قاعدين هناكل وكده. ففي المطبخ النار ولعت. طبعا هم كانوا بيعملوا تقريبا كفتة او حاجة زي كده، فكبوا المية يعني حطوا المية على الزيت، فالنار قامت بقى. كل الممثلين بقى جريت وكده، فاحنا بقى اللي بنولع. فمعايا واحد صاحبي اسمه طه، طبعا زميلي وفنان انا بحبه طبعا، فجري. فلما جري وقف ثواني كده، قال طب صحابي جوه انا هسيبهم وامشي. رجع بص كده شويه وبعد كده قال يا روح ما بعدك روح بقى خليهم يغوروا، وخد بعضه وجري. كانت من المواقف المضحكه. ما كنتش بدور على حاجه غير بابا وقتها. هو بابا كان معايا ايام التصوير، فبابا كان جنبي وفي ثانيه انا ما لقيتهوش. طب راح فين؟ هو قاعد جوه وانا قاعده بره، يعني قاعده في البريك بره وبدور على بابا، متخيله ان هو جوه في الاوضه المقفوله اللي طالع منها اصلا الدخان. بابا فين؟ خلاص يعني ما كنتش قادره اقف على رجلي. الدنيا كانت مدوره خالص يعني. لو هتوجهي رساله شكر من خلال برنامج عالم الفن، توجهها لمين وتقولي له ايه؟ بوجهها لبابا وماما وبقول لكم شكرا، شكرا ان انتوا معايا، وشكرا ان انتوا دعمتوني وخليتوني احقق موهبتي، وقفتوا معايا في ده، وانتوا اللي اكتشفتوني، وانا من غيركم بجد ما كنتش هوصل لاي حاجه. لو تقدر توجه رساله لحد من خلال برنامج عالم الفن، تقول له ايه؟ والله انا بضم طبعا صوتي للفنانه ريتاج، ان الاساس طبعا هي امي وابويا. بقول لهم ربنا يخليكم يا رب ليا ويطول في عمركم، وبجد هم تعبوا معايا كتير يعني، ودايما بيدعوا لي. فبشكرهم على دعمهم ليا. وعايز اقول كلمه برضو، يعني من الناس اللي انا بحبها وبشكرها على اني دايما تديني الدعم النفسي، اخويا وحبيبي استاذ طه الفنان الحمدي. فانا بحبه وبشكره على كل دعمه ليا يعني.
أعزائي المشاهدين فاصل ونرجع لكم تاني. هذا البرنامج برعاية موهوب وعندك الموهبة ومش عارف الطريق الصح، احنا هنضلك على الطريق الصح من خلال برنامج عالم الفن. هيكون معنا منتجين ومخرجين كبار هيكلمونا عن كل الأعمال الفنية السينمائية والدرامية، وكمان هيساعدوك انك تحقق حلمك عشان تكون نجم كبير في يوم من الأيام، بس بشرط يكون عندك الموهبة عشان ما عندناش لا واسطة ولا محسوبية. للتواصل مع البرنامج من خلال الأرقام موجودة على الشاشة مع المنتج الفني منتصر كمال. هذا البرنامج برعاية أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم بعد الفاصل مع مواهب فنية صاعدة مع الفنان طه الحمدي والفنانة دعاء علام. أهلا بيك يا طه، أهلا بيك يا دعاء. اهلا وسهلا يا فندم. أول مرة ليكم في برنامج عالم الفن؟ يا فندم. أنتم من متابعين برنامج عالم الفن أصلا؟ طبعا يا فندم. الفنانة دعاء علام، تقدري تقولي لي مين اللي اكتشف فيكي الموهبة؟ هو الصراحة يعني بابايا واخواتي هما اللي اكتشفوا اولا. يعني كنت لما بابا مثلا يعني اغلط ويعاقبني او كده يضربني، فامثل بقى عليه ويصدق ويوديني المستشفى كنت بتضحكي عليه؟ كنت اعمل نفسي مغمى عليا بقى ويصدق. يعني تمثيلي كان كويس. الفنان طه الحمدي، أنا عرفت عنك إن أنت ممثل وشاعر. يا فندم، نوعا ما عندي بعض المحاولات الشعرية، وأحب ألقي الشعر عنترة مثلا. طيب ممكن تسمعنا حاجة بسيطة كده؟ لما بيقول مثلا: خدمت أناسا واتخذت أقاربي لعوني ولكن أصبحوا كالعقارب، ينادونني في السلم يا ابن زبيبة وعند صدام الخيل يا ابن الأطايب، ولولا الهوى ما زل مثلي لمثلهم ولا خضعت أسد الفلا للثعالب. ما شاء الله ما شاء الله. تقدر تقول لي أنت بتحب مين من الفنانين ونفسك تشتغل معاه؟ بحب الفنان محمد رمضان في دوره مثلا في نسر الصعيد، وكان لي محاولة بالفعل معاه مشهد صغير، خصوصا في المشهد يعني انه جدع وابن بلد، خصوصا في الست المسيحية اللي مش من دينه لما سد الفلوس بتاعتها بتاعت الفرح وكده. كان موقف إنساني ونبيل بيبذر فينا قيم يعني تكاد تكون اندثرت، يعني فحاجة جميلة وبناءة. الفنانة دعاء علام، ايه الأعمال الجديدة اللي انت شفتيها وعجبتك وكان نفسك ان انت تكوني بتمثلي فيها؟ هو انا عامة يعني انا بحب تامر حسني جدا، كغنى كتمثيل، كل اعماله بحبها. يعني انا شخصيا يعني من وجهة نظري انا اتمنى، يعني بحب كل اعماله واتمنى ان انا امثل معاه في يوم من الايام. يعني هل الفن بيعطلك عن حياتك الشخصية؟ لا طبعا، ده بيضيف لي، بس الفن الهادف يعني بتعلم حاجات. يعني الفنان طه الحمدي، ايه احدث الاعمال اللي انت داخلها مع المنتج الكبير منتصر كمال؟ والله احنا حاليا يعني في ورشته وبنحضر لإعلان ومسلسل، وفي حاجات تانية كتير بس هنسيبها مفاجأة في وقتها نبقى نعلن عنها إن شاء الله. تقدري تقولي لي لو بقيتي نجمة كبيرة ومشهورة، يا ترى هل هتساعدي الفنانين اللي طالعين جداد، الفنان المواهب الصاعدة ولا؟ اكيد طبعا، كل اللي ربنا يقدرني لو اقدر اساعد اي حد اكيد مش هتاخر. لو حابة تقولي كلمة لحد معين من خلال برنامج عالم الفن، تقولي له ايه؟ حد معين؟ مفيش حد معين، يعني ممكن اوجه رسالة معينة بس يعني انا يعني لو حابة توجهي رسالة شكر مثلا لحد، توجهيها لمين وتقولي له ايه؟ اكيد طبعا استاذ منتصر كمال، عشان هو طبعا يعتبر يعني بعد بابا طبعا واخواتي وولادي اكتر حد يعني كان مقتنع بيا وبتمثيلي جدا، فاكيد بشكره. وبرضه احب اقول لاي حد كنت انا شخص خجول شويه يعني، فلا ما ترجلش، طول ما انت حاسس ان انت عندك موهبه يعني حاول تنميها وما ترجلش. يعني الفنان طه الحمدي،
تحب اقول لك الفنان ولا الشاعر؟ لا، الفنان اشمل يا فندم يعني، وكل واحد يعني الفنان اشمل. مم. الفنان طه الحمدي. لو حابب انك تشكر حد، تشكر مين وتقول له ايه؟ حقيقي يعني، اكيد حقيقي طبعا. وبشكر الإنسان الكامل اللي اتعلمت منه الأخلاق والرحمة والإنسانية، أولا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. ثم ثانيا بأشكر أبويا وأمي اللي في ظهري ودعمني ماديا ومعنويا ونفسيا طول عمرهم، بالذات ست الحاجة تقول لي أنا في ظهرك، لو عوزت أي حاجة أنا معاك، وتدعمني نفسيا وماديا وكده. وكمان بخص بالذكر صديق عمري أشرف محمود حسن، عمري في حياتي ما شفت حد حبني بطريقة، لدرجة إني حاطط صوري على الواتس عنده، أقول لي يا ابني أنت تحط صورك، المفروض كل واحد يحط نفسه، يقول لي لا أنت مقدم عندي. بيحبني بطريقة هستيرية، وأنا بصراحة بحبه وأقدره وبدله المشاعر الجميلة دي وزيادة. وما ننساش برضو فضل منتجنا وأستاذنا وأبونا الفني الروحي الأستاذ منتصر كمال. أنا قعدت سنين أطرق في باب الفن، وهو مؤخرا يعني اعتمد الموهبة بتاعتي، والراجل معاه في الورشة بتاعته بصراحة حد قمة الإنسانية والأخلاق والرقي وكذا، مع أنه يقدر يدعم ناس كبار، لكن هو بيتمنى الناس الشباب البسطاء يعني يكون نوع من جبر المواهب الصاعدة، وبشكره جدا. كما منساش أخويا وصديقي الفنان أحمد أبو علي، دايما الدعم النفسي والطاقة الإيجابية، أنا وهو نقول له إحنا مع بعض في الغربة ملناش غير بعض، أنت أهلي وناس وأنا أهلك وناس. وبشكر كل طبعا من بيشجعني، أصدقاء كتير لا يتسع الوقت لذكرهم يعني، مش ما هقدرش أذكرهم. أنا بشكركم جدا على اللقاء الجميل ده. أعزائي المشاهدين، فاصل ونرجع لكم تاني. هذا البرنامج برعاية موهوب وعندك الموهبة ومش عارف الطريق الصح، احنا هنضلك على الطريق الصح من خلال برنامج عالم الفن. هيكون معنا منتجين ومخرجين كبار، هيكلمونا عن كل الأعمال الفنية السينمائية والدرامية، وكمان هيساعدوك انك تحقق حلمك عشان تكون نجم كبير في يوم من الأيام، بس بشرط يكون عندك الموهبة، عشان ما عندناش لا واسطة ولا محسوبية. للتواصل مع البرنامج من خلال الأرقام موجودة على الشاشة مع المنتج الفني منتصر كمال. هذا البرنامج برعاية أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم بعد الفاصل مع استكمال المواهب الفنية مع الفنانة وردة سيد والفنانة هدير محمد. أهلا بك يا وردة. أهلا بك يا هدير. أهلا بحضرتك. أنتوا جداد في برنامج عالم الفن ولا جيتوا قبل كده؟ لا أنا جيت مرة قبل كده، ودي تاني مرة. بتتابعوا أصلا برنامج عالم الفن؟ أيوه. متابعة على طول. أنتم متابعينه من زمان؟ أيوه. ومتابعة على طول الأستاذ منتصر كمان، متابعاه على طول. وردة، انت اسم الشهرة بتاعتك رودي صح؟ رودي احمد الشهرة بتاعي. اسم الشهرة بتاعك رودي احمد. طيب تحب اقول لك وردة ولا رودي؟ لا بحب رودي اكتر صراحة. رودي اكتر. طيب رودي، بتحبي مين من الفنانين ونفسك تشتغلي معاه؟ انا بحب الفنانة مي عمر جدا، ونفسي صراحة ان انا امثل معاها. فنانة جميلة طبعا. وبحب المسلسل بتاع لؤلؤ، وبحب بتاع ايش ايش ونعمل افوكاتو، بحبها جدا، عجباني شخصيتها. وبحب طبعا الفنان محمد رمضان جدا. بحبه في نسر الصعيد، وحاجات لي كتيره بصراحه يعني انا مش فاكراها، بس حاجات لي كتيره بحبها، فانا بحبه جدا صراحه، ونفسي ان انا امثل معاه. طبعا الفنان محمد رمضان غني عن التعريف يعني. فنان كبير يعني. هدير، مين اكتشف فيك الموهبه؟ استاذ منتصر، انا بوجه الشكر ليه وللبرنامج، واستاذ منتصر هو اللي اكتشف موهبتي، وانا سعيده ان انا امثل معاه. هو داخلين معاه في افلام، وهنخش معاه في ورشه التمثيل بتاعته. بالنسبه لك مين من الفنانين او الفنانات بيمثل ليكي قيمه فنيه كويسه ونفسك انك تبقي زيه مثلا؟ بصراحه ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي هم الثنائي بتوعي. ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي. انا بحبهم، ثنائي جميل بصراحه يعني، فنانين. ايوه انا بحبهم جدا، وهم الثنائي بتاعي يعني. وبحب في ضرب نار، وبحبهم في اللي ملوش كبير، وبحبه في حق عرب، وحبت وهي بحبها في مسلسل لو نتقابل حبيب.
ما شاء كانت الله، ده عاملة انت سنة. متابعاهم بجد بقى. جدا ما ومسؤوليه شاء بتاعي. الله. لكن طبعا بحب بقى مي عمر برضو، وبحب محمد رمضان، وبحب احمد زاهر. يعني بحب اكتر الممثلين، بس دول الثنائي بتاعي بصراحه. تمام. لو ربنا كرمك وفي يوم من الايام بقيتي نجمه مشهوره، يا ترى هتساعدي الفنانين اللي طالعين جداد، المواهب الفنيه الصاعده؟ طبعا هساعدهم وهقف جنبهم لحد ما يبقوا حاجه يعني. وهدعمهم يعني زي ما استاذ منتصر يعني اتدعم فيا، وان شاء الله يعني وبقيت اشتغل معاه يعني. هدير، الفن بيعطلك عن حياتك الشخصيه؟ طبعا بعرف افصل عن حياتي الشخصيه وعن الفن. تمام، هايل. يعني انت عامله فرق ما بين الاتنين؟ ما بين الاثنين. بس هل لما بتتقمصي الشخصيه او بتخشي في مود شخصيه معينه تعرفي تطلعي منها بسرعه ولا؟ لا، بطلع منها بسرعه، ما باخدش وقت يعني. تمام. رودي صح؟ رودي. تمام. ايه احدث الاعمال اللي انت داخلاها مع المنتج الفني منتصر كمال؟ داخله معاه في اعلان اليومين اللي جايين دول، وافلام سينمائيه، وبشغله معاه في الورشه بتاعته، بيدربني شويه برضو. لو في شخص حابه ان انت توجهي له رساله، هو مين وتقولي له ايه؟ انا احب طبعا اشكر مامتي انها واقفه جنبي وفي ظهري بتدعمني على طول، واحب اشكر الاستاذ منتصر برضو واقف في ظهري وبصراحه يعني وبيدعمني على طول وواقف جنبي مش سايبني. بصراحه انا بحب اقدم له الشكر. هدير، لو حابه توجهي كلمه من خلال برنامج عالم الفن توجهيها لمين وتقولي له ايه؟ كل الشكر للاستاذ منتصر، بصراحه هو اللي اكتشف فينا موهبتنا، هو اللي بيدعمنا لحد الان، هو اللي واقف في ظهرنا، وبصراحه انا بقدم له الشكر وللبرنامج بتاع حضرتك. ربنا يخليك يا رب. كل الشكر طبعا ليكم، وان شاء الله نشوفكم نجوم في اقرب فرصه. وهنا اعزائي المشاهدين نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، وانتظرونا في يوم جديد وحلقه جديده من برنامجكم عالم الفن.